ازيكم يا جماعة؟ وحشتوني جدا جدا جدا. عاملين ايه؟ ازيكم؟ انا رجعت يا جماعة، والله العظيم انا كنت حاسة ان انا بصوا في الانقاض، اللي هو يعني خرجوني من هنا خرجوني من هنا. انا تعبت مش قادرة. وحشتوني قوي. عاملين ايه؟ الدنيا عندكم عملت ايه؟ صحواتكم الروحية وصلتوا لحد فين؟ وصلتوا الدنيا عملت فيكم ايه؟ احكولي. انا يعني عارفين لما تقولوا ان انتوا اتروقتوا، انا اتروقت. يعني حرفيا يا جماعة اتروقت. اولا انا لازم اشكركم جدا 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 على اخر فيديوهات عملتها اللي هي من سنتين. بجد يا جماعه والله كلامكم فرق معايا جدا. انتوا ما تعرفوش ازاي اصلا كانت هو دي من ضمن الحاجات اللي بتصبرني لما كنت بحس ان انا بقى خلاص انا عايزه اهرب. يعني انا كده كفايه وعايزه اهرب. فاهمين قصدي؟ بجد لازم كمان اشكركم، وفي ناس بجد لازم اشكرها جدا كمان، بالذات الناس اللي كانت بتشترك في القناه برغم ان انا عارفه ان انا كنت مختفيه ومش موجوده، عشان ده بجد كان بيحسسني قوي بالتقدير. يا جماعه في كده مشاعر حلوه قوي، ومشاعر الانكونديشنال لاف دي كمان حلوه قوي. يعني لما بنديها لنفسنا ولما بنستقبلها كمان بتبقى حلوه قوي. طمنوني عليكم، الدنيا عندكم عملت ايه؟ احكولي. كمان عايزه اقول لكم على حاجه. بصي هي المقدمة هتبقى طويلة شوية أنا عارفة، بس عشان احنا بقالنا سنتين أنا مختفية. فمحتاجة أتكلم معاكم في كام حاجة كده. وأنا برضو عايزة أقول لكم على حاجة بصراحة شديدة. يعني هو أنا لو عليا بصراحة ما كنتش هرجع دلوقتي. يعني مش حاسة إن أنا في مرحلة لسه عايزة ارجع واظهر واتكلم وكل الكلام ده، وهقول لكم هتعرفوا ليه. يعني هقول لكم انا مريت بايه كمان. بس هو الفكرة ان انا عارفة ان انا لازم اكون موجودة دلوقتي معاكم بالذات. يعني الفترة دلوقتي اصلا فيها تغيرات كتيرة جدا، فاحنا يعني مش هينفع ان انا مبقاش موجودة خلاص. آه فبصوا بقى انا هطلب منكم، انا حاسه ان انا عايزه يعني هبقى مستريحه وانا بقول لكم الكلام ده قوي. معلش هتستحملوني بقى في الفتره دي، لان انا كمان عندي عنصر النار. متضايقه غضبانه. اللي انا مريت كمان بيه الفتره اللي فاتت ديت. من بعد ما عملت اخر مره طلعت معاكم الفيديوهات. بصوا انا نفسي يعني ما كانش على البال ولا على الخاطر خالص الاختفاء ده. يعني في ناس بتقولوا لي انت حبستينا في القناه وهربتي. والله يا جماعه انا شكلي روحي عملت دنيئه معايا. احنا يعني حتى عملت دنيئه معايا، يعني هي حبستني معاكم وهي هربت. ف اولا دخلت في صحوات تانية بشكل تاني خالص. عارفين لما تحسوا بقى اللي هو ليفل الوحش، لا كل ما تقولوا ان انتوا فهمتوا الدنيا لا في ليفل بقى اكتر. يعني ليفل الوحش ده اكس هاز نو اند. فاللي هو انا مبقتش عارفه هروح فين تاني. وجع والم كتير جدا في نفس الوقت. اكتشفت او يعني انا كنت عارفه الموضوع ده، بس ما كنتش عارفه ان ده من ضمن الاهداف كمان اللي عندي خلاص. فهو في مهمات بنبقى بنعملها على مستوى، مش بس على مستوى البعد المادي بتاعنا، في كمان على المستوى الأثيري. يعني على المستوى الشبكة الكونية بتاعة الوعي الجمعي، الشبكة الكونية بتاعة الأرض خلاص. فالفترة اللي فاتت دي كانت صعوبتها كمان عندي ان اولا بعد اخر الفيديوهات بتاعتي للاسف يعني اتعرضت لهجمات. شياطين انس وجن. يعني هقدر انا هلخصها، انا ما بحبش اتكلم بسلبيه فمش هتلاقوني بري في الحته دي كتير، بس اتعرضت للموضوع ده اوكي. وانا ما كنتش عامله حسابي، او يعني ما كنتش حاطاه في الحسبان. بس خليني اقول ليه بيحصل كده. لان احنا بصوا هو النظام، لما بقول نظام قصدي الماتريكس خلاص. فهو النظام بيبقى حاطط تردد معين للناس. اول ما بيحس النظام ما بيقراش الافكار بتاعه الناس، ما بيقراش افكارنا يا جماعه، لكن بيقرا التردد بتاعنا. فاول ما بيحس ان المكان ده جاي فيه تردد اعلى من المفروض ان الناس تبقى فيه، بيبتدي يعمل سواء او بيبتدي بيعمل هجوم وبيوجه الام بي سيز بتوعه. هنتكلم في كل ده، هتلاقوني بقى الفيديوهات الجايه ان شاء الله كده اهوت هنتكلم فهنفتح في حاجات كتير اوكي. فادي حاجه انا تعرضت لها. الحاجه التانية بقى ان انا كنت كمان ببروسس وجع والم لكل المجموعه بتاعتكم، كل سلالات وتجمعات والقوى النورانيه عامه. واحنا سلالات. يعني بصوا زي ما احنا هنا هوت موجودين على كوكب الارض عباره عن جنسيات مختلفه وبلاد مختلفه. فعلى المستوى بقى الابعد، المستوى الفضاء او السماء او الاثير، في احنا سلالات وسلالات. في سلالات هنسميها او قوى نورانيه، وفي سلالات العكس اوكي.
الفكرة ان احنا بنفتكر ان احنا عشان كلنا شبه بعض وكلنا نفس الجسد البشري فكلنا واحد، بس هي دي الخدعة. يعني بصوا هي دي الخدعة، لا. هنفتح اكتر في المواضيع دي. هنتكلم على اللي ما يتسموا كتير، سلالة الدراكوني انوناكي، هنفتح اكتر. فاللي حصل ان انا بجنب بقى جنب موضوع الهجمات ان انا كمان بقيت بشوف، عارفين كنت من الاخر كده بقفل فترات زمنيه وانا ما كنتش فاهمه الكلام ده، ما كنتش عارفه الكلام ده. فشفت المواقف، شفت الاحداث اللي حصلت في حضارات مختلفه. الوجع والألم كان كتير. شفت مواقف الخداع اللي حصلت، اللي تعرضوا لها كل عمال النور او القوى النورانيه او السلالات النورانيه. خلاص. شفت طبعا ده يفسر ان ليه مثلا ملف اساسي ورئيسي عند كل عمال النور عندكم كلكم، وبالذات عند توائم الين. لو هنتكلم عن توائم الشعلة، موضوع الظهور والشهرة، انتوا اصلا ما بتحبوش الكلام ده. خلاص. يعني اليانج على فكره كمان ما بيحبوش الكلام ده، بس اليانج بيعملوه مضطرين. ليه؟ عشان هم هيعملوا كل حاجه واي حاجه عشان شغلهم. لكن الين انتوا الموضوع ده بالنسبه لكم تروما بحته، وعلى فكره هو عند اليان كمان تروما، بس هم مش فاهمين الكلام ده. اوكي. لكن انتوا عشان انتوا اكتر حساسين للطاقه، فانتوا اي حاجه بتفهموها حتى وبتحسوها حتى لو مش مجمعينها قوي. ليه؟ فده بالنسبه لكم من الملفات الرئيسيه عند كل مجموعات عمال النور. ملف الظهور، بتكرهوا الشهرة، بتكرهوا ان انتوا تطلعوا، وده كله بسبب الترومات اللي حصلت على مستوى الفترات والازمنة المختلفة والحضارات المختلفة. فده بالنسبة لي بصراحة خلى عندي طاقة غضب كبيرة وطاقة وجع، واللي هو يعني ايه الأذية دي كلها. وده كمان خلاني ان انا بقيت بصراحة عنصر النار عالي، برغم ان انا يعني شغاله على نفسي وتشافي طبعا ما بوقفش، بس خلاص يعني انا بقيت عارفه ان انا كل حاجه هتاخد وقتها، وفي نفس الوقت مش هيرجع ان انا اختفي اكتر من كده معاكم، ومش هينفع اكتر من سنتين. فقررت ان احنا هنعمل ده مع بعض. يعني انتوا هتساعدوني وانا هساعدكم ان احنا هنحول طاقه ومشاعر الغضب دي كلها والترومات اللي حصلت في كل السلالات والقوى النورانيه، نحولها بقى لطاقه خلق جديده، ابداع ووعي جديد بشكل تاني خالص. خلاص. ومشاعر الترومات هتتحول لطاقة نور. يعني عايزاكم تساعدوني في ده واستحملوني بقى، لان في حاجات طبعا هتلاقوني فيها حماس زايد، في حاجات هتلاقوني متضايقة جدا. فمعلش استحملوني. في حاجة كمان عايزة اقولها بخصوص توائم الشعلة بالذات. انا طبعا انا عارفة انتوا بتمروا بايه، خلاص، وعارفه الفترات دي، لان كمان انا معايا في الجلسات في السيشنز بتاعتي، فانا بتبعتوا لي فيديوهات. يعني في منكم بيبعتوا لي فيديوهات على ناس تانية بيتكلموا في العلاقه دي، وفي اصلا اللي معايا في الجلسات لسه بيتكلموا على الموضوع دوت. اوكي. فانا فاهمه وفاهمه طاقه الين وطاقه اليانج، وانتوا في اغلبكم متضايق من اليانج. خلاص. وخليني اكلمكم بصراحه، انا كمان زعلانه منهم جدا، وهتشوفوا مني يا يانج ايام خروبي. عارفين ايام البتنجاني؟ انتوا هتشوفوها مني بصراحه شديده، لان انا كمان زعلانه منهم جدا. بصوا انا زعلانه منهم وزعلانه عليهم، انا بكلمكم بمنتهى الامانه. يعني انا معايا في السيشن ساعات لما بيضايقوا مني يقولوا لي يا هبه هو انت يعني انت ليه بتنصفي اليانج علينا؟ خالص يا جماعه. وعلى فكره انتوا لو شفتوا اليانج هتقولوا بيقولوا نفس الكلام عليا، انت بتنصفي الين. فلا بالعكس، انا يعني انا ماليش مصلحه، فاهمين قصدي؟ لكن انا مشكلتي كلها ان انا ببقى شايفه الموضوع كله من فوق. فانا عشان شايفه ان الموضوع من فوق، هو اصلا الموضوع هي حرب من الاخر، يعني هي حرب روحيه. فهو هيتعمل كل حاجه واي حاجه عشان انتوا كتوائم ما تتوحدوش، عشان قوتكم كوحده في حته تانية خالص. خلاص. فده اللي انا ببقى بفكر فيه. لكن كيانج بجد الفتره اللي جايه دي، لا انا كمان وبعد اللي انا شفت اللي حصل للسلالات النورانيه كلها من خداع بقى وغش وكل حاجه، يعني هو بصراحه اتظبطوا، يعني انتوا تروقتوا للاسف. فهتلاقوني هبقى فيه حسم اكتر في المواضيع، وضوح اكتر. انا اسفه مش هقدر ان انا هبقى يعني ايه بحسس في كلامي مع اليانج بالذات، عشان الايجو بتاعكم والانسكيورتيز بتاعتكم ما تتهزش. لا معلش، انا ههز الانسكيورتيز بتاعتكم، لان انا فعلا زعلانه منكم وزعلانه عليكم جدا.
هستثني من كلامي في اليانج دولت، يعني هستثني من المجموعة اليانج 10 أو 15% بالكتير جدا، ده بالكتير اللي عاملين عليهم ومركزين في التشافي. لكن الأغلبية للأسف رجالة وستات اليانج لا، انتوا مش أولا متأخرين جدا 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 في التشافي، وده مخليكم ان انتوا اصلا مش فاهمين حاجه، الصح متشاف غلط والغلط متشاف صح. متضايقين، شايفين اليانج، شايفين توائم الين بشكل تاني مختلف خالص، وكأن هم يعني انتوا كل حاجه بقت بالعكس بالمشقلب. خلاص الدي ان ايه بتاعكم بقى للاسف بايظ، ده اللي عمل لكم حاله من حالات التشتت رهيبه. قاعدين بتهربوا من نفسكم، بتهربوا من حقيقتكم، بتهربوا اصلا من الرساله والدور اللي انتوا جايين تعملوه. وفي نفس الوقت انتوا بتقنعوا نفسكم باوهام، يعني انتوا بتقنعوا نفسكم ان الين هم الغلط فانا بهرب، والين بقوا شخصياتهم مختلفه. لا، هو الحقيقه ان انتوا ما بقيتوش فاهمين حاجه من حاله التشتت اللي انتوا بقيتوا موجودين فيها، واجزاء ارواحكم ما بقتش مكتمله. خلاص بصوا انا كده اعتبروا الفيديو ده ان انا بطمن عليكم وبتطمنوني عليكم، وفي نفس الوقت بنفتح ابيتايزر كده، خلاص يعني بنورم اب كده هوت فيه. اوكي ف هرجع هنتكلم على توائم الشعلة اكتر بفيديوهات تانية، بس الفيديو دوت هبقى انا مخصصه لحاجه معينه هقول لكم عليها دلوقتي، عشان انا شايفه ان ده الاهم دلوقتي. خلاص وده اللي هيفهمكم انتوا ليه كتوائم عاملين كده اهوت. برضو يعني هقول لكم كده نبذه صغيره لتوائم اليانج، يعني وعامه يعني توائم الشعلة عامه. اليانج انتوا مشكلتكم كمان رهيبه في حته ان انتوا اولا انتوا بقى عليكم كرمات كتيره جدا. خلاص يعني انتوا كارما ماليه، كارما في الصحه، كارما في العلاقات، طق كارما في الشغل، ومش قادرين. مشكله ان انتوا وصلتوا مرحله انتوا ما بقيتوش قادرين تستوعبوا وتفهموا الكارما دي سببها ايه. خلاص لان بمنتهى البساطه انتوا ماشيين عكس الاتجاه. عارفين بتفكروني عاملين زي العربيه احذر السياره ترجع للخلف، انتوا بقيتوا عاملين كده. اولا ماشيين عكس الخطه الالهيه بتاعتكم، بتخدموا في سلالات غير سلالتكم، بعدتوا عن السلالات والقوى النورانيه، واولها توائمكم. سايبين التوأم هم اللي قاعدين في وش المدفع، بيواجهوا مسؤوليات حقيقي كبيره وبيحاولوا يغيروا في وعي جمعي، وانتوا شايلين ايديكم تماما لان انتوا اصلا مش فاهمين اللي بيجرى. فدي بقى مشكله كمان تانية. اللي عندهم علاقات اطراف ثالثه، انتوا جالكوا بدل الرساله 1000، وبقالكوا فتره، بقالكوا كذا سنه بيجيلكوا رسائل وانتوا برضو ماشيين من دماغكوا، او الايجو هو اللي ماشيكوا، مش قادرين تفهموا. اولا الاطراف الثالثه دولت سلالات دراكونيا انوناكي. من الاخر نجنب بقى عواطف، نجنب مشاعر، نجنب كل دوت سلالات دراكونيا انوناكي، وده السبب ان انتوا اصلا حالتكم العاطفيه مش ماشيه. اوكي فانتوا يا دراكونيا انوناكي يعني سلاله تانية عكس، من الاخر هي العدو بتاعكم من الاخر. فهو عكس الخطه الالهيه بتاعتكم، عكس السلاله اللي انتوا جايين منها. فانتوا ليه مستغربين ان يبقى عليكم كارما، وليه مش قادرين تستوعبوا ان انتوا عليكم كارما؟ اوكي بتزعلوا من كلام الين وقاعدين بتهربوا من كلام الين عشان انتوا شايفين ان كلام الين بيوجعكم، بس الحقيقه ان انتوا للاسف ما بقيتوش بتتحركوا غير بالوجع والالم. هي دي مشكله يا جماعه. هتكلم وهرجع للحته دي، بس اعرفوا ان انتوا للاسف تطوركم بقى مرهون بالوجع والالم، ما بتتحولوش وما بتروحوش لحته التشافي غير لما الكلام الين يوجعكم قوي، وتتوجعوا من كلام الين قوي، والايجو بتاعكم يتوجع قوي، وتروحوا لألم رهيب وجلد ذات. لان على فكره اليانج عندهم كمان جلد ذات، عشان تبقوا عارفين اليانج عندهم كومبو كده خلاط تناقضات، جلد ذات رهيب، زعلانين منكم وزعلانين عليكم يا توائم ين، وفي نفس الوقت هم مش عارفين يعملوا ايه، واقفين في حته في النص، قراراتهم مش حاسمه. خلاص كل ده بصوا انا وبلوتو الدلوة عليكم هنفرمطكم والله العظيم. ما هو انا اللي جرالي في الفتره اللي فاتت دي، ما انا كمان اتفرمطت، فانا هفرمطكم كلكم معايا، يعني احنا مع بعض على الحلوه وعلى الوحشه. بس فبخصوص اليانج دي بنبذه بسيطه جدا، ان لا انتوا ماشيين غلط بصراحه شديده. جالكوا بدل رسالة 1000 ان انتوا محتاجين تنهوا العلاقات السامة اللي انتوا فيها، محتاجين تاخدوا قرارات تانية، محتاجين تروحوا للتشافي ولا اي حاجة من الحاجات دي، عشان انتوا خايفين تواجهوا نفسكم، خايفين تواجهوا توائمكم، خايفين اصلا من التشافي، وخايفين تعترفوا ان انتوا كنتوا غلط في قراراتكم. فكل ده محتاج ان هو يتغير. خلاص طيب، عايزة هرجع بقى لحتة
هو بمناسبة ان احنا كنا بنتكلم على توائم الشغل يا جماعة، بجد انا عايزة اشكركم جدا على الفيديوهات اللي انا عملتها. القصة بتاعت الين انا بصراحة ما كنتش متخيلة انها هتفرق معاكم قوي كده، انا ما كنتش شايفة دوت بصراحة يعني. حتى انا اعتقد ان فاكرة ان انا اخر مرة لما طلعت قلت لكم الكلام ده، انا ما بس انا دلوقتي بقيت واعية. يعني انا مش متخيلة، شوفوا مر سنتين لحد دلوقتي في منكم بيكتب لي وبيبعت لي وبيسألني على القصة بتاعتهم لحد دلوقتي، حتى في السيشنز عندي. ولحد دلوقتي كمان انا في ناس بتكلمني تقول لي ان هم دخلوا في صحوات روحيه بسبب القصه بتاعت الين. في ناس بتقول لي ان هم افتكروني في ازمنه مختلفه، ان احنا كنا بنتكلم وكنا كنا في قصه التشافي، وان انا قلت لهم نفتكروا حاجات معينه. طبعا انا كل ده ما كنتش فاكراه، فاهمين؟ وفي حاجات حقيقي مش فاكراها لحد دلوقتي، وفي حاجات مش عايزه افتكرها. يعني بصوا، من اللي شفته الوجع والالم بصراحه في ازمنه مختلفه ما كانش سهل. خلاص، عشان كده بقول لكم استحملوني بقى في كلامي لو هيبقى ناشف شويه الفتره اللي جايه دي، بس هتلاقوني حاسمه اكتر، واضحه كمان اكتر. خلاص، عشان ده اللي احنا محتاجينه. طيب تعالوا بقى نخش في حته بقى تانية خالص. انا شايفه ان ده الاساس، لان كتوائم شعلة انتوا مش قادرين تعرفوا حاجه. انتوا الفطره الاساسيه اللي انتوا نازلين بيها ما كانتش الفطره الالم والوجع دي خالص، ولا ان الين يبقوا حاجه وتوائم اليانج يبقوا حاجه. انتوا كنتوا في وحده، ده الاساس بتاعكم وعقدكم الاساسي. اوكي، ما كانش كارمي. ده للاسف نتيجه ايه؟ الازمنه اللي احنا بنتكلم عليها المختلفه، و... ونتيجة تدخل الأطراف الثالثة على سلالاتهم وسلالات دراكونيا أنوناكي على مدار كل السنين والحيوات اللي فاتت. خلاص، وليها علاقة بالألعاب كمان اتعملت، مش هنلغي فيها دلوقتي لأن مش هي دي الفيديو اللي احنا هبقى بتكلم فيه دلوقتي. اوكي، أنا عندي قصة تانية. احنا أصلا محتاجين نفهم احنا رايحين فين. 2025 بتمثل ايه؟ 2025 هي بداية لايه ونهاية لايه؟ خلاص، هتكلم اكتر عن طاقة 2025، وهتكلم اكتر عن احنا السنين اللي جاية دي و2030 بنتحضر لايه، وهم بيحضروا لنا ايه، وعايزين يوصلونا لايه. اوكي، كمان عايزه اتكلم برضو على حاجه بسرعه كده، من ان انا كنت بتكلم على توائم الشعلة قبل ما انهي الموضوع ده. اولا في معلومات كتيره جدا في بتتقال لكم غلط عن توائم الشعلة. في منكم بعتولي خايفين. اولا يا جماعه، انتوا مش سلاله انوناكي ولا جايين من سلاله الانوناكي. انا مش عارفه ازاي، بس انا بشوف ان ده النيو ايج تيتشنجز اللي هم يلا بقى التورته نلحق منها ناخد اي حاجه، الوعي بيزيد، طب تمام نديهم في الروحانيه اهو، احنا هنمسك في اي حاجه. انتوا العكس تماما. انتوا عارفين انتوا ايه؟ انتوا اصلا جايين تحاربوا، سواء انتوا كعمال نور عامه، كل اللايت وركرز، يعني كل السلالات النورانيه. انا هنا كلامي لكل السلالات النورانيه وبما فيهم توائم الشعلة. خلاص، انتوا اصلا جايين تحاربوا سلالات الدراكوني انوناكي، انتوا مش منهم. فدي اول حاجه. اللي الناس اللي تقولوا لي يا هبه احنا طلعنا بلاد دم او، فاحنا كده يعني احنا في دمنا مش عارفه ايه وسلالات غلط وعملنا غلط، ما فيش الكلام ده. كل ده غلط، كل ده غلط اساسا. خلاص، فهو في لخبطه كتيره حاصله. كمان في اطراف ثالثه بتعمل اسحار يا جماعه. هتكلم في الموضوع ده اكتر برضو لما هرجع اتكلم، بس انا مش عارفه ليه الاطراف الثالثه يعني هم في منهم فاكرين ان هم مش هيتكشفوا. انا قلت قبل كده ابعدوا عن توائم الشعلة بالذات. يعني لو انتوا فاكرين ان هم حياتكم ما بتتكشفش او انتوا مستورين لفتره، فهو ده رزق من ربنا. اوكي، او يعني من الاخر ربنا بيديكوا فرصه تتغيروا، بس لو انتوا هتستمروا بنفس الاداء بنفس ده. في ناس بقى بتقعد تقرا اوراد، يعني هو كل حاجه بتاخدوها في حته الشر، مش فاهمه ليه. اوراد بارقام معينه بعادات معينه عشان تعملوا هجمات طاقيه على توائم الين. انسوا انتوا، يعني هتلاقوني بالذات في المواضيع دي هبقى في كلام تاني بشكل تاني خالص. خلاص، في حسم في الموضوع ده، وهتكلم وهشرح لكم بالظبط. هتكلم واشرح الاسحار اصلا دي بتتعمل ازاي، والهجمات الطاقيه بتتعمل ازاي. خلاص، بس مش في الفيديو دوت. اوكي، طيب الفيديو دوت احنا هنتكلم بقى في ايه؟ تعالوا لي بقى كده اقول لكم نتكلم في ايه. الفيديو ده انا هتكلمكم على الاحداث زي ما قلت لكم، احداث طاقه 25. اوكي، لان احنا كل ده كنا في الطاقه القديمه. طاقه 25 ابتدت فعليا من 21 مارس السنه دي. خلاص،
فهتكلم على طاقة 25، الطاقة بتاعت السنة الجديدة، لان احنا فلك السنة بتبتدي من 21 مارس مش يناير. اوكي. وهتكلم بقى عن السنين اللي جاية دي و2030 بنتحضر لايه. اوكي. طيب هبتدي باهم حدث حصل لنا 21 ابريل تقريبا زي ما انا فاكره، اعتقد لو انا فاكره صح. ايه اللي حصل؟ البوب مات، اللي هو البوب بتاع الفاتيكان. خلاص البابا مات. طبعا الفاتيكان يا جماعه الفاتيكان مش زي ما انتوا فاهمين خالص، لا هم لا حته المؤسسات الدينيه ولا هم، لا، في قصص وانكشافات وحقائق تانية خالص هنبتدي نقولها في فيديوهات لوحديها. اوكي. اصل بقى الفاتيكان الموضوع ابتدى ازاي واتعمل ازاي وعلاقته بالسلالات اللي احنا بنتكلم عليها، اللي انا كنت بسميها لكم السلالات اللي ما بنسميهاش دلوقتي هنسميهم كلهم. اوكي. سلالات الدراكونيان راكي، كل ده هنفتح فيه. اوكي. طيب موت بوب، هما دلوقتي في حاجه بيسموها فتره احنا بنسميها استنوا انا كاتبه الاسم هجيبه لكم دلوقتي بس عشان انا عايزه ابقى بقوله لكم. الكونكليف. خلاص. يعني ايه؟ يعني فتره اختيار بوب جديد. خلاص. ده هيحصل تقريبا على تقريبا في 7 الشهر ده 7/5. طيب احنا في فتره مهمه جدا. لما بوب بيموت او بابا بيموت، احنا تعالوا بقى نتكلم شويه روحانيه شويه او شويه وعي. هو مش روحانيه، هو وعي. خلاص. احنا كاشخاص عباره عن ترددات، سموه يعني احنا، بصوا انا مش عارفه شعري عامل كده. بصوا احنا احنا كاشخاص عباره عن تردد. اوكي. تردد طاقي، فريكوانسي. الناس اللي يعني بيتعبوا من كلمه الطاقه ده انتوا هتتبهدلوا معانا. شوفوا لو انتوا عايزين تساعدوا نفسكم لازم تبقوا مرنين اكتر في التفكير. انا هنا كلامي للناس اللي هي ما الطاقه بالنسبه لها دي حاجه عيب وحرام وما بنتكلمش في الكلام ده، لانكم بجد هتتبهدلوا في الايام والسنين الجايه ديت. فانتوا محتاجين تبقوا اكتر مرونه عشان تفهموا انتوا رايحين فين، لو بجد عايزين تفهموا الحقيقه وتساعدوا نفسكم، ولو مش عايزين ده يا ربنا معاكم. خلاص. فاحنا كاشخاص عباره عن طاقه، تردد، فريكونسي معين، نغمه معينه، تون معينه، سيجنال معينه، اشاره معينه، سموها زي ما انتوا عايزين. خلاص. عارفين زي بطاريه الموبايل كده اهوت، في ناس البطاريه بتاعتهم قد كده، في قد كده، وفي قد كده، وفي حاجه قد كده اهو. اوكي. لما بوب بيموت ده معناه ان فريكونسي، تردد معين اتسحب من كوكب الارض. خلاص. هو ما اتسحبش على طول يعني نهائي، لا، هو اتسحب فتره مؤقته وهيتعمل له حاجه اسمها اعاده تدوير. يعني ايه؟ ريسايكلينج. اوكي. هياخد التردد ده وهيتحط في حد تاني، اللي هما الفتره اللي احنا دلوقتي اللي هما بيختاروا فيها البوب. هما الفتره اللي احنا فيها دي بنسميها ريست. يعني ايه ريست؟ لما تيجوا ترجعوا تصفروا، تخيلوا كده انتوا عندكم عداد وبترجعوه للصفر، موبايلكم بترجعوه للصفر، بتحطوا سوفت وير من اول وجديد. احنا ككوكب الارض دلوقتي في مرحله اسمها الريست، هم اللي هم بيعملوا مرحله ريست. خلاص. هياخدوا التردد بتاع البوب القديم، هيعملوا له اعاده تدوير، وشوش مختلفه ولكن بنفس الاهداف، نفس الاجندات، نفس التردد، ونفس السياسات. فانتوا هتلاقوا ان الوشوش بتختلف ولكن الهاله واحده. عشان كده في منكم اللي اول ما بيقرا الهاله، اللي منكم بيعرف يقرا هالات، اول ما بيشوفهم بتعرفوهم على طول. خلاص. فاللي حصل دلوقتي ان هما التردد بتاع البوب ده هيعملوا اعاده ريسايكل لحد تاني. خلاص. هو هنشوف بقى الحد التاني ده هيقدر طاقته تستحمل التردد الجديد ولا مش هيستحمل، جسمه هيستحمل التردد الجديد ولا مش هيستحمل. كل ده هنكتشفه هيبان. طيب فادي واحد، احنا في مرحله ريست على كوكب الارض. الحاجه التانية بقى ان احنا هما بيختاروا برضو على اساس ايه؟ على اساس الوعي او نسبه الوعي والروحانيه والصحوات الروحيه اللي الشعوب دلوقتي والاشخاص بيمروا بيها. يعني ايه؟ يعني خلوا بالكم هما مش عايزين يبقوا على طول في مرحله صراعات، هما هدفهم سيطره وهيمنه بس بموافقتكم. خلاص. بيلعبوها بتلاعب من تحت لتحت.
فهم هيقيسوا، هم دايما بيقيسوا يا جماعه، بيقيسوا التردد بتاع الوعي قد ايه، الصحوات الروحيه، عدد الاشخاص اللي دخلوا في صحوات روحيه قد ايه، عشان يقدروا على اساسه هنشوف هيتعاملوا معاكم ازاي. هيجيبوا لكم حد يحكمكم قوي، ولا حد هيبقى نص روحاني شويه ونص يعرف يديكوا حته روحانيه، يضحك عليكم بشويه روحانيه، بيقيسوها. اوكي. فهو هنا هيبقى معتمدين على عدد الاشخاص والشعوب اللي دخلت في صحوات روحيه. اوكي، ادي حاجه. طيب كمان خليني اقول لكم حاجه. احنا دلوقتي كوكب الارض كوكب معكوس، احنا مش عايشين في كوكب فطري او اتخلق اللي هو في حاله الفطريه بتاعته اللي الخالق الحقيقي، الخالق المطلق خلق فيها الكوكب الارض. مش هي دي الحقيقه. احنا عايشين في كوكب موازي معكوس. معكوس يعني ايه؟ كل حاجه بالمشقلب، شقلوب، كوكب شقلوب، كل حاجه فيه متشقلبه. خلاص، دي يعني ايه متشقلب؟ افكار ومشاعر كلها متشقلبه، تاريخ متشقلب. لسه احنا قصص التاريخ دي هنتكلم عليها، يعني قصص دراكونيا انوناكي وسلالة الانوناكي وتوأم الشعلة جم منين وكل الكلام ده هنتكلم فيه قدام. خلاص، هحكي لكم بالظبط، ولكن احنا محتاجين اصلا نفهم تاريخ الارض. فتاريخ الارض ده هتلاقوني بقسمه لكم كده قدام هنتكلم فيه. اوكي. فهو الحاجه برضو اللي انا عايزه اقولها ان احنا عايشين في كوكب موازي معكوس. خلاص. طيب، الحاجه بقى التانية، بصوا، هو كما في السماء كما في الارض. خلاص، احنا هي يا جماعه حرب روحيه، يعني هنحاول نجيب الكلام كده، هنجيب الكلام كده، احنا في حرب روحيه. مش كل الحروب بتبقى عسكريه، خلوا بالكم الحته دي. الظاهر بتاعها عسكري، الظاهر بتاعها ان هي حرب اقتصاديه وسياسيه، بس الباطن بتاعها حاجه تانية خالص. الباطن بتاعها روحي، حرب روحيه، نفسيه، عاطفيه، اثيريه، طاقيه. خلاص، وده الانعكاس اللي حاصل في الفضاء، في السماء. اوكي. ده الاساس. خلاص، وده اللي هم بيحاولوا يغطوا عليه. طيب تعالوا بقى نتكلم شوية فلك. يعني ايه شوية فلك؟ تعالوا نتكلم هو ايه التغيرات اللي حاصلة اصلا في السماء، عشان احنا عندنا تغيرات كتيرة جدا حاصلة. اول حاجة عندنا، اولا ده بلوتو دخل في الدلو. خلاص، انا عارفه ان انتوا اغلبكم طبعا او كلكم هتبقوا عارفين المعلومه دي. دخل امتى؟ دخل يعني نهائي دخل من نوفمبر 2024. فتخيلوا انتوا لما يبقى عندكم كوكب الهدم والردم والبنى على نظافه من اول وجديد. خلاص، بس هو بيبقى بطيء شويه لانه من الكواكب الجليه، فهو بطيء. فتخيلوا لما يخش في برج زي برج الدلو، هوائي. ادي واحد. في نفس الوقت البرج مسؤول، الدلو مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الشعوب، مسؤول عن المجتمعات، مسؤول عن تغيير الافكار والمعتقدات بتاعت الشعوب، مسؤول عن كل ما هو مألوف وغير مألوف. فانتوا توقعوا ده هيبقى تأثيره عامل ازاي؟ هيأثر ان كل المواضيع اللي احنا كنا فاكرينها ثوابت هتبقى بتكويستشن. يعني ايه بنكويستشن؟ يعني بنسأل فيها. بنسأل كل الأسئلة الوجودية. لو انتوا شايفين ان ديت احنا كده، في ناس انا عارفه هتبقى سابقين في الصحوات الروحيه، وفي ناس لا لسه هيبتدوا. طبعا هتبقى صعبه جدا السنين اللي جايه دي على الناس اللي هي لسه ما دخلتش في صحواتهم الروحيه بصراحه، وعلى الناس اللي هي كان كل حاجه واخدينها بصرامه وما بيحاولوش او بيخافوا ان هم يفكروا. هتبقى صعبه جدا، لان انتوا هتلاقوا ان كل حاجه كنتوا فاكرينها ثوابت هتكتشفوا انها ما كانتش ثوابت. الحاجه الوحيده الثابته ان في خالق مطلق حقيقي لكل الاكوان، مش كون بقى، للاكوان دي كلها. خلاص، واحنا اكوان كتيره جدا، وهتكلم اقول لكم احنا ايه بالظبط وابعاد. اوكي. فدي حاجه، دي الحاجه المطلقه، يعني دي الحاجه الثابته عندنا. خلاص، الباقي بقى والتاريخ ده في حته تانية خالص، في شلاحات. يعني احنا في وعي الشلاحات دلوقتي. فانا كنت بكلمكم على الدلو. فبلوتو لما هيخش الدلو توقعوا ان انتوا هتناقش كل مواضيع المواريث، هنرجع نتكلم فيها اصلا بشكل بقى واضح. المواضيع بتاع الجواز، الخلفه، كل الكلام ده. فكره ان الناس اصلا هي الناس بتتجوز ليه، ودي بقى قصه.
لان دي الجواز يا جماعه، عشان الناس اللي زعلانه ان هم متاخرين في جوازهم او ما خلفوش، لا دي كلها عقود ارواح. عايزه اقول لكم يعني انتوا في فتره من الفترات هتبقوا هقول لكم انتوا عندكم ميزه او كذا ميزه في الموضوع ده اصلا. وفي ناس مش هتخلف غير في اوقات معينه بسنين معينه، بالذات لو انتوا اصلا ناس روحانيه او عندكم رساله روحيه وفي صحواتكم الروحيه. ولو ارواح مثلا اساندد ماستر، انتوا اصلا ممكن تختاروا ان انتوا ما تخلفوش، وهتعرفوا ليه قدام، يعني هحكي لكم ليه قدام. اوكي، بس عشان ابسط حاجه تبقوا تعرفوا تطلعوا بره سجن الارض. وفي منكم هيخلف في توقيتات معينه عشان اولادكم اللي هيجوا يعرفوا يكملوا من بعضيكم. فما فيش حاجه عشوائيه نهائي في الدنيا ديت خلاص. فكل مواضيع الخلفه والجواز كلها عباره عن عقود ارواح وكرمات، عقود ارواح وكرمات. هو الجواز اصلا كرمي، دي بقى المفاجاه. فانا عارفه ان الكلام هيزعل، يعني خلينا نتكلم. في ناس هتزعل وفي ناس، لان انا اللي معايا في السيشنز ما هو ده اللي بيحصل. في ناس تقول لي يا هبه انت بتضايقينا، بنزعل من الكلام دوت. انا عارفه ان هم ما بيقصدوش، ان يعني هم بيبقوا عارفين ان انا قلبي عليهم، بس هم بيعبروا عن مشاعرهم، وانتوا هتبقوا كده فده طبيعي خلاص. بس احنا هنا هو زي ما قلت لكم، يعني ما فيش وقت ان احنا نبقى بنجامل، وما فيش وقت ان انا لا هنحط العواطف دي على جنب عشان احنا بنقفل في عداد الكوكب. يعني الصراحة احنا من الاجيال المحظوظة جدا، شفنا كل حاجة واي حاجة. بس احنا ارواح ايه يعني، شامخة. يعني احنا انتوا كلكم من اما هاجي اتكلم هتكتشفوا ان احنا اجزاء ارواح. يعني احنا في حياة لحياة لحياة، بنسلم حياة لحياة لحياة، دي ان ايه بنحاول نرجعه تاني اللي ضاع مننا. اوكي، معلش لو مش في منكم هيبقى مش فاهم قوي كلامي، هيتوضح لكم كله قدام خلاص. طيب، فاللي انا عايزه اقوله دلوقتي ايه؟ اللي انا عايزه اقوله ان هيبقى عندنا تغيير لمعتقدات وافكار كتير جدا. ناس بعد ما كانت الستات بيخافوا ان هم يخلفوا في الثلاثينات، وبقى الافكار ان العشرينات، اواخر العشرينات والثلاثينات ده انت كده كبرت، ما فيش الكلام ده. ده الناس هتبقى عادي بتخلف، تبتدي تفكر في الخلفه في الاربعينات. لان اصلا في ناس، احنا مش هنروح بعيد يا جماعه، احنا في قبائل اصلا بيخلفوا في ال120 وال70 وال80. فهي الفكره ابعد ما تكون عن فكرة ان الجسم بتاع الانثى يستحمل ايه وما يستحملش ايه، وفكرة الشباب والصحة ولا اي حاجة من الحاجات دي. ده كلها للأسف ليها خطة تانية خالص، عشان هما بيبنوا جنود ضد القوى النورانية. فبيبيعوا لكم الوهم خلاص ان انتوا ليكوا صلاحيات معينه، سواء انتوا الرجاله ولا انتوا الستات، لانه على فكره برضو الرجاله بيخوفوهم. وعندي رجاله، يعني انا عارفه السيشنز عندي فيها لا الرجاله بيخافوا على فكره، هم كمان بيخافوا ان هم يجوا في مرحله ما يعرفوش يخلفوا، ما يعرفوش بيبقوا عايزين ينتموا. فكل المواضيع دي هنبقى بنتكلم فيها في عصر بلوتو ده، وانا هبقى بكلمكم اصلا فيها في الفيديوهات الجايه خلاص. فهيبقى عندنا طبعا قصص الاديان، كل مواضيع الاديان هتتفتح من اول وجديد، وهتتفتح بشكل واعي اكتر. التاريخ بتسلسل بقى اكتر. كل ده هيبتدي. الاديان طلعت امتى بجد؟ لان بصوا التوقيتات كلها غلط من الاخر. اوكي، فالتاريخ متأرخ. معلش انا معلش كان لازم افصل، بس علشان مش عارفه ان قال لي ان يعني هيحصل فصل وكده، فكان لازم افصل الفيديو. فبصوا بقى، فهو التاريخ مكتوب بمين؟ مكتوب باللي نجحوا يا جماعه، باللي انتصروا. اوكي، فطبيعي ان هم هيكتبوه على الحاجه اللي تنفعهم هم. فاحنا هنمشي بقى بالتدريج، بالتسلسل التاريخي، بالاحداث التاريخيه ايه اللي حصل فيها كل الكلام ده. اوكي، فدي حاجه. فانتوا عندكم ملفات الاديان هتتفتح تاني من اول وجديد. كمان زي ما قلت لكم بقى حاجه تانية. خلينا نرجع، هو اخر مره الدلو دخل، لما الدلو دخل لما بلوتو دخل في الدلو كان من امتى؟ كان من 1700 تقريبا 81 او 86 خلاص. هو يعني انتوا متخيلين من امتى؟ ايه اللي بقى اللي حصل فيها في الفتره دي؟ ما احنا لازم برضو نرجع للماضي عشان نعرف الحاضر بنتحضر لايه. الفترات دي كانت فترات مهمة جدا في التاريخ. اولا حصل ثورات في امريكا، في فرنسا، حصل تحرير اصلا للعبودية، حصل ثورة صناعية، وكان بيسموه وقتها كان عصر التنوير. في تمن كان مدفوع، طبعا في تمن كان مدفوع، بس كمان كان في حاجات حلوة فيها. فده اللي هيحصل لنا في الفترات ديت خلاص. واحنا بلوتو قاعد في الدلو لحد 2044، فاحنا هايصين، يعني احنا قاعدين وهايصين مع بعض.
دي الحاجة التانية ان كمان هيبقى عندنا تغيير اصلا في كل الكواكب الجيلية تقريبا كلها. يعني ايه؟ يعني نبتون كوكب الوهم. بصوا كل حاجة هيبقى ليها الإيجابية والسلبية بتاعتها، فتوقعوا بقى مني إن احنا هنبقى بنحكي الإيجابي وهنحكي السلبي. خلاص. فنبتون مثلا ده كوكب إيه؟ كوكب الروحانية، الجذب، الوعي، آم آم بس كمان كوكب الخداع. خلاص. انتوا عارفين لما تبقى الروحانية للدرجة اللي هو بلاتونيك بقى، فهو كل حاجة لما بتزيد قوي بتنقلب. خلاص. كوكب كمان الادكشنز، يعني هتلاقوا ناس كتير قوي بتهرب. يعني في ناس كتير قوي ابتدت انها ايه، بتهرب من الواقع، مش عاجبها الاحداث، مش عاجبها الحروب، مش عاجبها النزاعات، فقاعدين بيهربوا من الواقع، فبيروحوا الادكشنز بقى. ايا كان بقى ادكشنز دي حاجات كتيره جدا، يا اما مخدرات، يا اما اكل، يا اما علاقات بايظه، علاقات توكسيك، كل حاجه واي حاجه بنسميها ادكشنز. اي حاجه بتزيد عن الطبيعي والمعدل المفروض بتاعها بنسميه ادكشن. خلاص. طيب هتلاقوا اخر نبتون كمان كوكب الابداع يا جماعه، كوكب الفن. فانتوا هيبقى عندنا طفره كبيره جدا 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 في الفنون، بالفنون بقى في كل انواعها واشكالها، تمثيل ورسم وموسيقى، كل الحاجات دي، والافلام والسينما هيبقى عندنا طفره كبيره جدا فيها. بس كمان هيبقى فيها حريه، يعني انتوا هتلاقوا الحريه لان بلوتو ليه علاقه بالحريه والحريات لحتى للدرجه اللي هي الاكستريم، فهيبقى فيه ده وفيه دوت. اوكي. ففي ناس هتبقى بتعتبر ان في خطر على على البشريه، ودي حقيقه. اوكي. لان كمان بلوتو هو ليه علاقه بالتكنولوجيا الرهيبه والابتكارات، فاحنا هنبقى في حته تانية عاليه. توقعوا ان احنا هنوصل لمرحله ان للاسف هيبقى في ناس بتتجوز من روبوتات. انتوا متخيلين هنبقى واصلين لاي مرحله؟ واحنا هنبقى محتاج حقيقي الفترات السنين اللي جايه دي هنبقى محتاجين نحط قوانين قويه توقف الكلام ده، على الاقل تحمي البشريه، تحمي الانسانيه. لان للاسف الناس بقى اللي هتخلف من روبوتات، فدول هيبقوا ايه يا جماعه؟ دول هيبقى اصلا متحضر لهم من قبل الولاد اللي هم يعني اللي جايين من روبوتات، هيبقوا تبع مين؟ وطبعا هيبقوا تبعهم هم، مش تبع السلاله النورانيه ولا القوه النورانيه ولا الانظمه النورانيه. خلاص. ولكن الناس ليه هيبقى بيروحوا له وهيبقوا هم بيلعبوا على الحتت دي، لانه طبعا هيسهل موضوع الخلفه. فالبدل ما يبقى الستات بتتعب، عندكم حد تاني بيخلف مش هم. خلاص. ف و20 تقريبا 2038 هيبقى في هتبتدي صراعات قويه في الحته دي يا جماعه. هيبقى في صراعات ان هيبقى محتاجين قوانين، وهيبقى في ناس ومنظمات بتنادي ان يبقى في قوانين تتحط عشان الحمايه بتاعت الانسانيه والبشر عامه. خلاص. طيب في حاجه برضو عايزه اقولها، ان نبتون اخر مره برضو كان فيها في الحمل كان من 1861. اوكي. فبرضو انتوا لو لاحظتوا هتلاقوا اغلب الكواكب راحه لبرج الحمل. اوكي. برج الحمل كل حاجة مميزاتها وعيوبها ايه. الحمل الحلو اللي فيه ايه؟ الاستقلالية، التفرد، المواجهات، القيادة، بيحب ان هو يقود، ما بيخافش، بياخد الريسك، ما بيخافش من الريسك. خلاص. بيحب يجرب، عنده شغف عالي جدا، عنده طاقة عالية جدا. خلاص. بس الوحش بتاع الحمل ايه؟ الوحش بتاع الحمل ودي على فكره في حاجات برضو يبقى برج الاسد، هما الاتنين يعني بياخدوا من بعض في الحتت دي. الوحش بتاعه ان هو هيبقى بيحب هيبقى ممكن يوصل لمرحله. طب تعالوا بقى نتكلم على السلبيات بتاعه برج الحمل، او ان يبقى عندنا مجموعه كده ببرج الحمل. تفتكروا هيبقى ايه؟ اول حاجه هيبقى العنف، السيطره، التحكم، مفيش مرونة في الفكر. يعني ايه؟ يعني اللي هما مشكلة اللي عامة مشكلة برج الحمل ان هو برج ناري، فهو الوحش بتاعه او الاكستريم بالذات بقى، لو راحوا الحته الاكستريم هيبقى ليه هو الواحد بس هو شايف نفسه افهم واحد واشطر واحد. خلاص. فده هيزود النزاعات، هيزود العنف، هيزود الانانيه جدا. كده كده هيبقى الحمل عنده زي الاسد حته حب الظهور والشهره، لو كانت متوازنه. لو ما كانتش متوازنه بقى انتوا ربنا يعينكم بصراحه. فدي من سلبيات جدا حته ان احنا يبقى عندنا مجموعه في كوكب ناري. خلاص.
كمان برضو عايزه اقول لكم حاجه على المستوى بقى الشخصي. انتوا اصلا هتلاحظوا ان اغلب الناس مش هيبقى عليها مش هتبقى مستحمله فكره المجاملات دي. جزء منها حلو، بالذات الناس اللي هي كانت اصلا عندها جرح البيبل بليزر. يعني ايه؟ بيجوا على نفسهم كتير قوي، بيكتموا كتير قوي، فيبقى حلو ان هم لما يروحوا الحته المتوازنه دي هتبقى كويس. المشكله بقى لو ما تبقى اصلا عند ناس هم اوريدي لسانهم صعب مع الناس خلاص، فانتوا هتلاقوا ان شويه هيبقى في حته جفا. يعني كتير من الناس هيبقى عندهم حته جفا كده او قسوه في التعامل شويه، محدش مستحمل حد من الاخر خلاص. كل حد هيبقى هتلاقوا كتير من الناس بيبقى عندهم تفكير اللي هو بقى يلا نفسي، انا افكر في نفسي وخلاص. خلاص دي المشكله، انها لو ما اتعملتش بتوازن مش هتبقى حلوه. طيب في حاجه سنة 2025 رقمها رقم 9 يا جماعة. خلاص في علم الأرقام أو النيومرولوجي رقم 9 دوت يعني احنا بنتكلم في بداية ونهاية. اوكي، نهاية عهد وعصر قديم بكل بقى ايه عقود أرواحه، أشخاصه، أجنداته، مشاريعه، وبداية نظام تاني جديد بعقود أرواح وأشخاص ووجوه تانية جديدة خالص. خلاص سنة 2025 محكومة من المريخ. الحلو خلينا خلاص بقى يعني اتفقنا كل حاجه ليها عيب وليها ميزه. خلاص الحلو بتاع المريخ ان هو هتلاقوا ان انتوا في باشن وشغف بيرجع لكم اكتر. لو ابتديتوا مشاريع جديده هيبقوا عندكم الباشن ان انتوا تبتدوا وفي طاقه عاليه. مش هتخافوا ان انتوا تاخدوا ريسكات، هتبقوا عادي بتاخدوا الريسك، وبالذات ان اغلب الكواكب موجوده في الحمل، والحمل بيدعم الاستقلاليه. خلاص فانتوا هتلاقوا ان انتوا عارفين احساس اللي هو احنا هنخسر ايه، يعني ما مش هنخسر اكتر من اللي خسرناه، هو ده بالظبط. فانتوا هتبقوا دايما حاسين ان خلاص اوكي انا عايزه اروح لحاجه جديده، عايزه اروح اجرب حاجه مشروع جديد، عايزه اجرب نفسي في مكان جديد، اشخاص جديده، كل الكلام. اوكي الوحش بتاعه توقعه طبعا هيبقى بداية خرايط جديدة. اوكي ده معناه ايه؟ ده معناه ان هي فترة الوحش بتاعنا هيبقى فيها نزاعات، هيبقى فيه المؤسسات بقى وبلاد نزاعات كتير، هيبقى فيه تغيير في الخرايط بتاعتنا اصلا. كل ده هيبقى هيحصل. للأسف العنف هيبقى زايد كمان. خلاص هيبقى فيه تطرف وعنصرية. خليني برضو عايزة اكلمكم في حاجة. بصوا انتوا عامه لو احنا هنتكلم على المستوى بقى الشخصي، يعني على مستوى الشخصي بتاع الناس، فانتوا هتبتدوا تحسوا ان احنا الارض اتقسمت لبعدين، او كأن الارض الاشخاص اللي عليها بقوا على مستويين. ناس بقت راحه في صحواتها الروحيه او اوريدي في صحواتهم الروحيه وماشيين عايزين يعرفوا احنا ايه، وبيسالوا كل الاسئله الوجوديه اللي هم عايزين يسالوها. عايزين يعرفوا حقيقتهم، بيدوروا على الحقيقه. ناس عايزه تعمل فرق. وفي بقى على المستوى النقيض بتاعه تاني هتلاقوا ان في سطحيه رهيبه برضو، ناس مصره انها ما تصحاش، ناس مصره انها تفضل اهم حاجه عندهم البيزكس، الاكل والشرب والنام وهنتجوز ونخلف، هتدونا سالري كام، دي اهم حاجه عندهم. غير كده التفكير ما فيش اي حاجه خالص. لا عايزين يضيفوا حاجه، ولا عايزين حتى يفهموا حاجه، لا عايزين يفيدوا نفسهم، ولا اي حاجه من الحاجات دي. تمام اوكي. فانتوا هيبان قوي السطحيه بالتزييف كل ده من الحته الاوريجيناليتي، لان السنه دي بالذات هتدعم جدا فكره اغلب الاشخاص اللي هيبتدوا يبانوا، يعني الوشوش من الاخر هتتكشف. فمش سنه بتاعه وشوش، مش سنه بتاعه تزييف. وهيبان كل واحد اختياراته رايحه فين. اوكي وهيبان كل حد بيخدم اي توجه، وبيخدم اي سلاله، وبيخدم اي قوه. يعني باينه جدا. هيبقى هتحسوا ان الفصل دوت هيبقى باين قوي. خلاص في حاجه برضو عايزه اقولها لكم عليها. بصوا بقى كعمال نور وكسلالة نورانيه عامه، انتوا هتتحطوا في تحدي قوي. يعني طبعا توائم الشعلة ده انتوا من ضمن العمال النور. خلاص فانا كلامي هيبقى متوجه لكم من ضمن بقى عامه بنتكلم. فانتوا هيبقى في تحدي، يعني ايه؟ هتتحطوا في اختبارات واستفزازات من الكون عشان انتوا تطلعوا بره الكومفورت زون بتاعتكم. مش بس تطلعوا بره الكومفورت زون بتاعتكم يا جماعه، عشان ترجعوا تظهروا وتبانوا تاني. هتنزلوا الملعب، يعني هتبقوا محتاجين ان انتوا تشمروا وتنزلوا الملعب. ولو للاسف عاندتوا او رفضتوا او قاومتوا، الموضوع هيبقى بزياده جدا عليكم، وهيبقى فيها كرامات. ليه؟ لان احنا زي ما قلت لكم دخلنا في عهد جديد،
وفي نظام جديد. فاحنا محتاجين نحط اكواد جديده. شايفين انا بقول ايه؟ هنحط اكواد جديده، وطبعا هي هتبقى اكواد نورانيه في الوعي الكوني بتاع كوكب الارض، في الشبكه الكونيه بتاعه كوكب الارض. طب ده مين اللي هيعمله؟ الناس، اكتر ناس عملت التشافي بتاعها واكتر ناس دخلت صحوات روحيه، فده طبيعي ان هو مش هيتعمل غير بيكوا انتوا يا عمال نور ويا توائم الشعله. فانتوا كين بالذات، لان انا عندي مشكله مع الين هنا هوت، انتوا كتوائم ين رجاله وستات خايفين تنزلوا الملعب يا جماعه. ابسط حاجه يعني، لو مش عايزين تبالوا بالشكل، وانا هصر ان انتوا، لان احنا دلوقتي بنتكلم في تشافي خلاص، وانا بنتكلم في ترومات، فهتلاقوني في حاجات معلش هبقى ماسكه فيها ان انا عايزاكم تعملوها، وده لمصلحتكم يعني، انا مش هبقى واخده حاجه، فاهمين قصدي؟ بس انا بشوف ان من الامانه ان انا ابقى بكلمكم فيها. فابسط حاجه ان انتوا هتبقوا بتتكلموا في بساط الوعي. ولكن في سنه 2021 احنا قلنا دي سنه ريست، مش هتكتفوا ولا هتقفوا عن حته الوعي وبس، لا، هتبقوا بالكون بيستفزكم ان انتوا نشمر وننزل الملعب. يعني ايه؟ هنخش نعمل مشاريع جديده بافكار جديده بتوجهات جديده، اكثر انسانيه واكثر روحانيه واكثر وعي واكثر توازن ما بين الطاقات. توازن ايه؟ طاقه الوعي الذكوري والوعي الانثوي. اوكي. ودلوقتي انا يعني احنا انا عارفه ان احنا برضو الناس هتبقى اول مره بتسمعني، بس يعني الطاقه الانثويه دي موجوده فينا كلنا، يعني في الرجاله وفي الستات، والطاقه الذكوريه موجوده في الرجاله والستات. خلاص، هنتكلم اكتر قدام في الحاجات دي بتفاصيل بعمق اكتر، بس يعني على قد الفيديو دوت هتلاقوني بتكلم كده. فاحنا اصلا محتاجين، لان خلوا بالكم ان النظام القديم كان مبني على ايه؟ كان مبني على طاقه ذكوريه عاليه جدا. هم اساسا ما بيعترفوش بالطاقه الانثويه. شايفين بقول ايه؟ سلالات الدراكونيا انوناكي، اوكي، اللي احنا كنا بنسميهم ما يتسموا، ما بيعرفوش بالطاقه الانثويه، بالعكس. وده سبب التشويه اللي كان حاصل على مر كل السنين اللي انتوا شايفينها دي كلها. لان اصلا وده اعتقد ده هيبقى باين لكم جدا في الاطراف الثالثه بتاعتكم، هتلاقوهم ان هم ما فيش عندهم حته التعاطف، طاقه ذكوريه عاليه. حتى الستات بتوعهم او البنات طاقه ذكوريه عاليه، بياخدوها قال يعني ان هم من حته ان هم كده مخ تحليلي ولا مخ عملي. مفيش اي حاجه من الحاجات دي كلها تلاعب. دي مش الفطره الاساسيه اللي ربنا الخالق الحقيقي، اوكي، الخالق المطلق خلقنا بيها. عشان برضو دي كمان فيها كلام هنتكلم، احنا هنفتح في حاجات كتير. فدي مش الفطره الاساسيه اللي الخالق خلقنا بيها. خلاص، فالفطره الاساسيه هي التوازن، طاقه ذكوريه وطاقه انثويه، والاتنين زي بعض وقد بعض، ومش في تحدي مع بعض، ومش في ولا في صراعات مع بعض. خلاص، فانتوا هيبقى عليكم ان انتوا مش بس بتتكلموا في مواضيع الوعي ده، ولكن انتوا بتجسدوها على ارض الواقع. يعني ايه؟ يعني التشافي بتاعكم دوت، هل فعلا هتتحطوا في اختبارات؟ هل فعلا التشافي اللي انتوا عملتوه دوت هتعرفوا تطبقوه على ارض الواقع ولا لا؟ ولا انتوا مثلا عايشين في كون افتراضي مع نفسكم، او ان انتوا عايشين بس في لالا لاند، او عايشين بنتكلم كلام تنميه بشريه؟ فاهمين قصدي؟ هيبقى فيها تحديات عليكم يا سلالات القوى النورانيه وعمال النور في الحته دي بالذات. وطبعا توائم الشعله اليانج متاخرين، كنت بقول لكم عشان كده اليانج متاخرين جدا في التشافي بتاعهم، لان اصلا انتوا ما فيش تشافي، يعني مش هتعرفوا توازنوا طاقات عندكم. يعني تروماتكم هتبقوا هي اللي بتحركوا، يعني ايجو بيتحركوا، يعني استحاله هتعرفوا تعملوا الخطه الالهيه ولا المشاريع اللي هتبقى مطلوبه منكم اساسا. ازاي هتحطوا وعي جديد وانتوا لسه بنفس الطاقه بتاعه الوعي القديم، وما تخلصتوش من جروح الطفوله ولا اي حاجه من الحاجات دي؟ فاهمين قصدي؟ فعشان كده بقول ان انتوا مش اليانج، انتوا عشان كده متاخرين جدا. ودي وللاسف انتوا حملتوا المسؤوليه كامله في الين، وعشان كده انتوا عليكم كرامات، لان ده مش صح. خلاص، طيب فهرجع بقى تاني، ده هيبقى عليكم ان انتوا لازم وعلى فكره هيبقى عندكم اختبارات في اوضاعكم الماليه عشان تبقوا عارفين. وعادي ان انتوا هيمر عليكم فترات ان انتوا حاله تقشف وتبقوا مش عارفين تجيبوا فلوس من ده، عادي جدا، ده ملهاش علاقه ابدا بالمستوى الاجتماعي اللي انتوا فيه يا جماعه. ده جزء من الاختبارات عشان تتعلموا. اولا حاجتين، ان احنا الفلوس مش في القلب بس، احنا بنعرف نجيبها في اي وقت، واحنا اللي بنجيب وبنعمل الفلوس ومش الفلوس اللي بتعملها. خلوا بالكم من الحته دي كويس قوي، اوكي؟ في نفس الوقت عشان تتعلموا تظبطوا علاقتكم مع طاقه المال.
فانتوا هتتحطوا في اختبارات ماليه كتيره عشان ترجعوا تبنوا على نظافه من اول وجديد. خلوا بالكم ان الوعي الجمعي هيبقى اصلا بيمر بصحوات حتى لو هما مش فاهمين اللي بيجرى لهم، بس الاحداث الكونيه والمناخ والاقتصاد، وطبعا السلالات الدراكونيه هما مش سايبينهم اصلا، فهم قاعدين يبوظوا لهم في الاقتصاد ويخوفوهم في الصحه ويخوفوهم في المناخ، اوكي، علشان يسيطروا عليهم اكتر. فهم نفسيا وعاطفيا مش هيبقوا في حاله ستيبل، فهيبقوا محتاجين ان انتوا بطاقتكم وبوعيكم ان انتوا تخشوا تساعدوا في الحته ديت. ده غير ان في حاجه عايزه اتكلم فيها، ان فكره البراندات او الماركات العالميه دي كمان هتختفي. في براندز كتيره قوي يا جماعه بشركات كتيره هتقع. ليه؟ لان في الفتره بتاعه بلوتو اللي احنا فيها ديت، في هيحصل ان هيطلع حقائق كتير هتتكشف، وهيطلع ان ماركات كتيره للاسف ان على مر كل التاريخ كانوا بيدعموا الحروب من تحت لتحت وبيدعموا الصراعات. فلما هيتكشف الحاجات دي الناس هتبتدي تكرههم. ومش هنروح بعيد، انتوا شفتوا الازمه اللي حصلت مع الصين راحت مطلعه لهم ايه؟ طلعت لهم ان هي اللي كانت بتصنع كل براندز. يعني انا عايزه اقول لكم ان في براندز اللي هي بصوا اللي انتوا بتشتروها بالالافات ديت، وبالافات بمعنى كلمه الافات عشان تعرفوا بس هما بيبقوا كسبانين فيها قد ايه. ومش بس مش عيب المكسب، بس الفكره ان هما كمان بيستعبدوا الناس اللي شغالين معاهم. يعني اغلب الماركات اللي انتوا بتبقوا شايفينها دي للاسف وبيشتغلوا فيها كمان كتير من ابناء المهاجرين، بيبقوا بيدوهم في الساعه 2 و3 دولار او يورو، انتوا متخيلين؟ وشوفوا بقى انتوا بتدفعوا فيها قد ايه. فدي كلها حاجات هتبقى مقصره وحقائق هترجع تتكشف. فالناس بقت محتاجه ان هي ترجع تشوف شركات بتتبني على أسس أكثر روحانية، أكثر إنسانية، أكثر رحمة ووعي وتوازن. خلاص، فدي حاجة وهتبقى دي من شغلكم انتوا يا عمال النور ويا توائم الشعراء وبالذات الين. خلاص، طبعا اليانج المفروض هما كمان، بس عشان الين هما أكتر متشافين دلوقتي. ففي 2025 هتبقى بداية يا جماعة لان احنا هتلاقوا في براندز تانية، براندز بقى مش عالمية، يعني هي هتبقى بتروح للعالمية بس اصلها محلي. اوكي، هتبقى طالعة وفي ماركات هتختفي خالص وشركات هتختفي وهيطلع شركات تانية خالص. الشركات اللي هتبقى طالعة اكثر روحانية، اكثر انسانية، اكثر توازن ما بين طاقات الذكورة وطاقة الانوثة. مش لازم ان انا اطغي لدرجة ان انتوا لو لاحظتوا ان الشركات القديمه اللي هي بتاعه النظام القديم هي قايمه على ايه؟ قايمه على طاقه ذكوريه بحته للدرجه اللي هم اتحولت لآلات وحولوا الناس لآلات. كل ده عشان ايه؟ كل ده علشان الناس ما تركزش. ما هي الناس لما هتفكر بقى، احنا مش عايزين الناس تفكر اصلا، ومش عايزين الناس تعرف احنا بنحضرهم لايه في 2030 او هنسيطر عليهم ازاي. خلاص، فيبقى ايه؟ نغيبهم ازاي؟ نخليهم يحسوا ان الدنيا بتقع عليهم، الاقتصاد بايظ، مفيش فلوس. اوكي، فده هيبقى عليكم انتوا كعمال او قوى وانظمه نورانيه وعمال نور وتوائم شعله وتوائم ين، ان انتوا توروا الناس ان هم يا جماعه في طرق تانية جديده مختلفه نقدر ان احنا نجيب منها فلوس ونعمل بيها فلوس ونبقى ناجحين. هيبقى عندكم عشان كده اختبارات ماديه، يعني مش بس روحانيه، ماديه كمان يا جماعه. اوكي، خلوا بالكم من الحته دي. انتوا هتبقوا بتليد باي اكزامبل، يعني عارفين اللي هو مش هتبقوا قاعدين اخركم نبقى قاعدين في البيت. مفيش الكلام ده. الفتره اللي فاتت دي كانت كده اهوت، لان انا فاهمه، طبعا انا فاهمه انتوا كنتوا بتمروا بايه. صحوات الروحيه اصلا بتاخد وقت وتشافي بياخد وقت رهيب، والوجع والالم بيبقى فيه غير طبيعي. خلاص، بس الفتره ديت فتره مرحله تانية محتاجه ان انتوا تبقوا بنسخ تانية اكثر نازلين في الملعب. خلاص، فدي حاجه. فاللي انا بقى عايزه اقوله لكم ان السنه 2025 هي بدايه سنه ريست. لو انا هقدر الخصها لكم في حاجتين هتبقى ريست وريبيرث. يعني ايه؟ اعاده ولاده وسنه يعني بنرجع للصفر تاني. هم عايزين يرجعوا طبعا للصفر، احنا بقى هنرجعها، ناخدها للحته اللي تهمنا، ان احنا هتبقى سنه اعاده كشف كل الحقائق، اعاده بنطلع التاريخ، بنطلع انتوا بتقولوا كذا، طب احنا هنقول لكم كذا. اوكي، ما يعني مش انتوا جايين بتقولوا لنا التواريخ بقى دي كلها هتكتشفوا ان هي كلها بايظه يا جماعه. يعني انا لو قلت لكم ان 80% لا ابقى يعني كده، لا هو 90، اكتر من 90%. كل التاريخ عندنا كله بالعكس. خلاص،
بس فاحنا نبقى محتاجين نظبط مقادير، هتحطوا اجواد تانية خالص بفكر بوعي تاني. آم، وبصوا بقى، يعني انا زي ما قلت لكم كده اعتبروا الفيديو دوت ابيتايزر. انا كمان كنت محتاجه اكسر حته ان انا هرجع ولازم ارجع اتكلم وكل الكلام ده، فكنت محتاجه ارجع اتكلم معاكم وارجع ومن غير واقول اللي في قلبي، يعني اللي هو اقول اللي حاساه. ومحتاجه كمان هسمعكم، يعني انتوا اكتبوا لي بالظبط ايه اللي حصل لكم بقى الفتره ديت، وصلتوا لفين في التشافي بتاعكم، صحواتكم الروحيه، ايه الاسئله اللي عندكم، كل دوت اكتبوا لي. ويلا بينا، احنا لسه بنورم اب، واستعدوا اللي جاي مش هيبقى، بصوا اللي جاي هيبقى تقيل بس مستاهل، وآن الأوان إن احنا بقى نبتدي نكشف حاجات كتير بصراحة. بس فطمنوني عليكم، يلا. عايزه اقول لكم على حاجه، انتوا هتلاقوني فجاه بطلع، اعتقد بقى دلوقتي انتوا هتبقوا خلاص فهمتوا انا ليه هبقى بعمل كده، يعني مش هبقى بقول قبليها، لا، انا اكتشفت ان دوت اريح واحسن حاجه. فجاه كده هتلاقوني طلعت لكم وبتكلم في المواضيع خلاص. فاللي مش مشترك اشتركوا بقى معايا في القناه، اوكي؟ طمنوني عليكم. يلا، باي باي.